ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتونا. احنا نزلنا الحمد لله مطار السعودية ومنتظرين اختي وحبيبة. اتصلت علينا ام فيصل مشكورة، تواصلت مع نرمين اختي وقالت انا بدي يعني تستضيف سمورة النهاردة ونستريح عندها. وبصراحة هي يعني العرض ان هي نستريح عندها طول الفترة يعني، بس طبعا هي مشكورة وما قصرتش. احنا مشكورين جدا جدا يا ام فيصل، حبيبتي حبيبتي. وطبعا ربنا يا رب يسعدهم جميعا، اهل السعودية اهل الكرم والجود. بحبكم في الله. ازيك يا بابا؟ نورت السعودية. عمرة مقبولة. خير ورحلتكم رحلة سعيدة يا رب. امين يا رب. طبعا يا حبايبي ادعوا لنا كده ان الرحلة تكون رحلة سعيدة. الله يسعدنا جميعا يا رب نتمتع بيها، وربنا يكرمكم جميعا وتيجوا ان شاء الله تعملوا العمرة والحج باذن الله. بحبكم من كل قلبي وشكرا لدعواتكم الجميلة. ما تنسوش اللايك. تابعوا معانا الفيديو وان شاء الله نشوف السعودية وجمالها بقى. حيا الله حياكم، ان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. لكم الخير. شو فندق يعني؟ عندكم نخل كثير بلد التمر ما شاء الله. ربنا يزيدكم النعيم. ويقولوا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعرف صحته انه بيت لا تمر فيه جياع اهله. صحيح. عشان كذا احنا نهتم بالتمر ونحبه في بيوتنا ان شاء الله. هو غذاء كامل متكامل. طبعا طبعا يا حبايبي احنا احرمنا زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله والشكر لله على نعم ربنا علينا. وانا طبعا فضلت ان انا اغير العبايه بتاعتي عشان التراب وكده، ووالدي طبعا احرم. بنحبكم جدا جدا، وإن شاء الله طلعنا على مكة. ان شاء الله طالعين على مكه. احنا دلوقتي في جده، كنا يعني احنا جينا من مسجد ام فيصل مشكوره، طبعا مشكوره، اخذتنا ودتنا طبعا مشوار والله يعني كتر خيرها. وبعدين جينا على بيتها عشان طبعا قطعنا مسافه طويله وكنا عايزين نخش الحمام، فدخلنا وتوضينا وهنروح كده على مكه عشان ننزل ان شاء الله على الطوف على طول. بس مش باين ان هو مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. طبعا احنا موطين صوتنا عشان خاطر طبعا الناس برضو ساكنة معانا، مش هينفع الكلام ده. اللهم صل على النبي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا وصلت السكن اللي انا هسكن فيه. الحمد لله ربنا ميسر كل الامور، والحمد لله والشكر لله يا رب على كل حاجة. وانا والدي عملنا عمره الحمد لله والشكر لله، رب يتقبلها. بس بصراحه حبيبتي واختي ومشكوره مشكوره مشكوره ام فيصل، مش قصرت ابدا يا اولاد، ابدا ابدا. من ساعه ما خدتني من المطار جابتني على ودتني انا ووالدي، احرمنا في جامع الجحفه. طبعا انا صورت لكم كل شيء، وطلعنا رحنا على الحرم. طبعا الكعبه دي حاجه مش قادره اقول لكم. ربي وعد كل مشتاق يا رب العالمين. الحرم ده حاجه والكعبه دي حاجه. ناس زحمه موت 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 يا ولاد، مش قادره اقول لكم. كانت زحمه ليله امبارح جدا لان كانت ليله الجمعه. انا بصراحه الوقت ده بسجل وانا يوم الجمعه الظهر. للاسف انا طالعه عشان اصلي الجمعه وباذن الله اعمل عمره النهارده. لقيت طبعا انا حاسبه على ساعات مصر، لقيت الاذان بيأذن هنا يا ولاد. المهم الحمد لله ماليش نصيب، مش مشكله، يلا ان شاء الله تتعوض باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده انا وصلت السكن وعملت العمره زي ما قلت لكم. انا حبيب لان كانت في مشاعر كتير مختلطه، وانا مش مركزه بصراحه في مش يعني في الركن الايمن والركن واجي عنده واتوه، انتوا فاهمين الزحمه شديده وانا مش مركزه. فانا الحمد لله لغايه لما يعني ايه، لغايه لما يا حبايبي اتعلمت، يعني لغايه لما فهمت بقى الدنيا ماشيه ازاي. وحتى في الصفا والمروه طبعا والدي كان مرهق جدا جدا من الطريق،
فرحت جبت له عربيه طبعا كهربائيه، وطبعا كنت راكبه مع ام فيصل. ما حسيتش يا ولاد، يعني انتوا فاهمين، مش حاسه بالصفا والمروه والمشي، والانسان يهرول هروله بسيطه. لا، فانا قلت انا خلاص عملت العمره دي كده، بس ربنا يتقبلها برضو لان هي اول عمره ليا. بس ان شاء الله انا اعمل عمره بقى بجهد وتعب، واحاول ان انا ادخل على الكعبه واشوفها. طبعا انا لمستها للامانه ليله امبارح، ام فيصل مشكوره دخلتني وخلتني لمست الكعبه ودعيت والحمد لله. بس انا الانسان طماع بقى، يعني انتوا عارفين الكعبه بقى محدش بيشبع منها يا حبايبي. طبعا ديت باب الغرفه بتاعتي اهي، دي غرفتي. الباب زي ما انتوا شايفين كده جزاز من غير قابل للكسر. طبعا ده مدخل العمارة. طبعا هنا كده في غرفة، في كنب اهو، وفي هنا شاشة عرض كمان وكده. تعالوا كده هندخل مع بعض. دي الغرفة بتاعتي. طبعا انا كنت اهم حاجة عندي في الغرفة ان هي تكون نظيفة يا حبايبي، مشددة جدا على موضوع النظافة، ان الغرفة تكون نظيفة. طبعا الحمد لله والشكر لله غرفة نظيفة وزي الفل. هنا كده طبعا عشان حبايبنا اللي هيقولوا طب الجزاز يا سموره، هنا ستاره يا حبايبي. لما بنيجي نقفل الجزاز كده اهو، اصبحت ما فيش اي حد شايفني اهو، شايفين كده. خلاص تعالوا كده معايا. دي هنا كده اول ما بدخل اهو، شايفين هنا كده في حيطه، في هنا حيطه اهي يا حبايبي. خلاص على طول فوقها التكييف، تمام. شايفين ادي التكييف اهو معايا، جنبه الشاشه على طول، تمام. تحته في حاجه صاعق للدبان والحاجات دي، تمام. الغرفه نظيفه اصلا ما فيهاش حاجه بصراحه. وهنا كده كنبايه للاستراحه، دي تبع الكنبه اللي بره، ومصليه في اباجوره خفيفه كده ظريفه ولطيفه بصراحه، شكلها حلو. وده طبعا السرير اللي هو التخت بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. طبعا الميلادي بتاعتي طبعا ليله امبارح، اي نعم انا كنت جايه مرهقه وجينا الساعه 4، يعني احنا طالعين من بيتنا الساعة 5:15 الفجر، وصلنا السكن هنا الساعة 4 الفجر. طبعا على ما فرشت الملاية طبعا شلت الفرشة طبعا هم كانوا حاطين ملايات بصراحة، بس انا حطيت ملايتي، يعني انتوا فاهمين، ولازم احط التاتش بتاعي يا وليه حطيت ملايتي. وهنا كده بدأت ان انا ارص الحاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. مش رصيتها كلها يعني، هو انا مش جايبة هدوم اصلا، هم جايبة بالظبط 3 عبايات. رصيت الاسدال بتاع الصلاه وهدومي. طبعا الشنطه اهيت. طبعا ديت دول كده حبايبي كبرتيه والحاف هم حاطينه عشان لو انت عايزه تتغطي. انا طبعا برضو شلته، يعني مش حبيت ان انا اتغطى اصلا. هنا كده زي ما انتم شايفين في هنا الشنطه ماشي، وهنا كده ارفف حاطه عليها بقى بتاع شنطه، حاطه تحت علاج والدي زي ما انتم شايفين الشنطه، حاجات كده يعني حبايبي. احنا مش هنقضي ترتيب في الغرفه، يعني المهم ان الغرفه تكون منظمه وشيك وحلوه ونظيفه. اهم شيء ان هي تكون نظيفه بقى، ولا صرصار ولا دبانه ولا ناموسه، ده اهم ما في الموضوع عندي، تمام. هنا كده فواطه اهي، يعني دي الغرفه بتاعتي اهي، في ترابيزه، تمام. هنا كده بقى الحمام، هنا كده الحمام والمطبخ مع بعض. طبعا ده مش عارفه ده ايه اصلا، تمام. هو قال لي بس انا نسيت بصراحه. هوريكم اجيب لكم بالكاميرا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنا كده مرايه اول ما بتدخلي، في هنا ترابيزه صغنونه كده وبوتاجاز كهرباء وسخان. طبعا زي ما انتم شايفين المكان نظيف جدا اهو، شايفين المكان نظيف خالص والحاجه جميله بصراحه ونظيفه، تمام. هنا كده في حوض صغنن، وفي القاعده بتاعت الحمام، وفي دش. خلاص احنا يعني مش عايزين اكتر من كده. هنا كده ده دراج لو انت حابه تحطي نسكافيه او حابه تحطي حاجه. خلاص كده، ودي المرايه اهيت زي ما انتم شايفين. الغرفه جميله ونظيفه. طبعا مجهزين لي ميه، مشكورين. وكمان حاطين ميه كمان في المبرد اهو، مشكورين طبعا جدا، ربنا يا رب يكرمهم. طبعا يا حبايبي هي دي الغرفه بتاعتي الظريفه اللطيفه الخفيفه اتمنى تكون عجبتكم هي عجبتني بصراحه، واهم حاجه فيها ان انا مرتاحه نفسيا فيها، ما دام الحته عندي نظيفه ده اهم حاجه في الموضوع. الاكل بتقضي يا حبايبي. طبعا ده مش في حاجه تطبخ عليها ست بصراحه وكلام من ده، ما يا حبايبي عندنا بوتاجاز كهرباء، لو عايزه اطبخ عليه، بس انا هطبخ ليه؟ الاكل مال الدنيا، احنا مش هنقضيها طبيخ، احنا زهقانين من الطبيخ. اللهم صل على النبي محمد. زي ما انتم شايفين كده. ارجو ان تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو. انتظرونا في فيديوهات جميله ان شاء الله في الكعبه وفي الحرم،
وان شاء الله ننزل المول مع بعض نجيب شويه طلبات كده. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك للفيديو. ودي كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يوعدكم جميعا جميعا جميعا. ما بأجرهوش للامانه، وقال لي طبعا هي جايه عن طريق ابن عم زوجي مشكور. فطبعا هو لما عرف ان انا ووالدي فقال لا هم يجي يقعدوا في الغرفه ديت. انا ما باجرهاش اصلا، بس هو قعدنا فيها. نشكره جدا جدا، وربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا. بحبكم في الله.